مساء الخير على حضراتكم مشاهدي متابعي قناة كرة على السريع في كل مكان. اهلا بيكم في فيديو جديد كالعادة على السريع نتكلم فيه عن اخر واهم التفاصيل التي تخص الكرة المحلية بالاضافة الى الكرة العالمية. لكن قبل بداية الفيديو يا ريت دعمك بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة تفعيل الجرس ليصل كل جديد اول باول. خلونا نبدأ في التفاصيل بتاعتنا النهارده من عند وكيل المدير الفني السويسري للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي المدير الفني مارسيل كولر. وكيله امبارح كان مستضيفه الكابتن احمد شوبير في برنامج ملعب اون تايم. اتكلم كتير جدا عن مفاجآت مهمة جدا في تجديد عقد المدير الفني في رفض العروض السعودية. قال لك انه بالفعل تلقينا عروضا خلال الفترة الأخيرة بينهم 2 من السعودية واحدهم من فريق كان يرغب في ضمه قبل ان يعود من النمسا الى النادي الاهلي في الاجازة اللي خدها، والعرض الثاني كان جادا جدا وطلب توقيعنا خلال 48 ساعة وبمقابل مادي ضخم جدا جدا، ولكن كولر اصر على ان يبقى في الاهلي. واكد كمان انه يمكن هو اكثر من توجع من رفض مارسيل كولر لهذا العرض، لان العرض ده هو كان هيكسب الوكيل كتير جدا وكان هيكسب كولر بشكل كبير جدا، وانه كان اعلى بكتير من التفاوض مع النادي الاهلي، وكمان هيكون اعلى الرواتب في السعوديه او من اعلى الرواتب للمدربين في السعوديه، احد اعلى الرواتب من المدربين او ضمن المدربين اللي موجودين في السعوديه. وبالتالي قال لك ان انا من اكتر الناس اللي توجعوا اكيد، لانه كان هيكسب من خلال الانتقال ده، هيبقى قوي جدا بالنسبه له. قال كمان ان مارسيل كولر جدد تعاقده مع الاهلي لمده 3 سنين، عنده سنه ومدد سنتين اضافيتين. عايز اقول لك كمان انه قال لكي يستكمل مشروعه مع المارد الاحمر مفاوضات التجديد كانت اصعب بكتير من مفاوضات التعاقد معاه بسبب العروض اللي جايه له وهكذا، واستغرقت حوالي 4 أو 5 شهور بسبب طلبات المدير الفني واللي وعده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بتنفيذها كلها. دي كانت اهم التصريحات من جانب وكيله. كمان قال عن رحيل ابو عبله وسيد عبد الحفيظ، قال ان مارسيل كولر اتكلم معايا فعلا في هذه الامور، لكن هي امور داخليه مش عايز اتكلم فيها. والكابتن احمد شوبير ساله هل هو زعل او اتضايق لما رجع من النمسا ولقاهم الاثنين مشيوا. قال ان كولر يريد افضل شيء للاهلي، كلام فيه الغاز شويه، وقال ان دي امور داخليه مش عايز اتكلم فيها. وعن كارلوس برينجر اللي هو طبعا المساعد الجديد القادم اللي يكون مساعدا لمارسيل كولر، قال ان شغله هيكون فردي او لتطوير يمكن بعض الفنيات عند لعيب معين زي مثلا ضربات الراس او هكذا، وايضا تجهيز اللاعبين اللي بيبقوا مثلا مستبعدين عن كذا مباراه وهكذا. كمان عايز اقول لك ايرلينج هالاند يمكن طبعا بعد تألقه الكبير هذا الموسم خد افضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 2022-2023، وبوكايو ساكا خد طبعا لاعب نادي ارسنال افضل لاعب ناشئ في الدوري الانجليزي. كمان عايز اقول لك ان مباراه النادي الاهلي الوديه النهارده اللي كانت هتكون مع فريق في الدرجه الثالثه فريق نمساوي اتاجلت النهارده، وبيان النادي النمساوي بياكد انها اتاجلت بسبب يمكن اصابه عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي. عايز اقول لك كمان ان كريستيانو رونالدو امبارح مع النصر السعودي يمكن كسبوا امبارح 4-0 على الشباب السعودي، كانت في مباراه رائعه جدا ابدع فيها كريستيانو رونالدو، ويمكن استغنى عن الهاتريك الثاني ليه في الدوري السعودي. يمكن نادي النصر السعودي اتغلب اول مباراتين في الدوري السعودي، بعد كده لعب مباراتين اخرتين، اول مباراه كسبها 5 والمباراه الثانيه كسبها 4. كريستيانو رونالدو سجل هدفين بالامس، ويمكن استغنى عن الهاتريك لانه ادى ضربه الجزاء الثالثه، لان الهدفين كانوا من ضربتين جزاء، وادى ضربه الجزاء الثالثه لعبد الرحمن غريب اللي في الاخر ضيعها. عايز اقول لك كمان انه النادي الاهلي وفي بيان رسمي بياكد لاتحاد الكره، واهم ما جاء في البيان ان النادي الاهلي ان البطولات الجديده والمستحدثه وهكذا من الاتحاد المصري لكره القدم والسوبر المصري وهكذا هيبقى فيه يمكن زحمه كبيره قوي في البطولات. فهو النادي الاهلي في بيانه الرسمي حتى قال نخطركم مبكرا وقبل الاعلان عن اي تفاصيل خاصه بهذه البطولات بان النادي الاهلي يجد صعوبه بالغه في المشاركه فيها في ظل ازدحام طبعا الموسم والبطولات وهكذا. ولكن برضو اكد في بدايه البيان، الحته اللي انا قريتها دي كانت اخر حته في البيان، اكد في بدايه البيان انه عايز لو السوبر المصري اتعمل يكون بنفس قواعد وكل الاساسيات اللي كان ماشي عليها في المواسم الماضيه. وبما ان النادي الاهلي ارسل خطابين قبل كده للاتحاد المصري لكره القدم بيستفسر عن الامور الخاصه بهذه البطوله، وهم ما ردوش عن اي حاجه ولا عن اي تفاصيل لهذه البطوله عشان الاهلي يشوف مثلا هيلعب مش هيلعب، ايه الدنيا ماشيه ازاي. ونادي الزمالك برده مشاركته، نكون واضحين، النادي الاهلي بيتكلم في حته ان القواعد تبقى زي ما هي واللوائح تبقى زي ما هي،
يعني ان نادي الزمالك ما يشاركش. ده معنى طبعا هذا الامر. كمان النادي الاهلي في قلق كبير جدا في حته تعارض دوري السوبر الافريقي او اللي هو طبعا السوبر ليج الافريقي مع طبعا يعني الاجنده الدوليه القادمه اللي هتكون بعد الاجنده الدوليه اللي طبعا هتقام في سبتمبر. الاهلي قلقان برضو في الحته دي واستدعاءات المنتخب وهكذا، بما ان المنتخب المصري مصر اصرار تام على استدعاء لاعبي النادي الاهلي، واستدعى الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ايضا بالاضافه الى عبد المنعم ومروان عطيه، وقالوا محمد عبد المنعم يبقى معانا في مباراه تونس وتاخدوا 3. يعني امور غريبه جدا. وفي ظل لو شفنا مثلا نادي الزمالك ومباراه كانت مع بطل تشاد في دور 32 دوري ابطال افريقيا، وعاد حسام عبد المجيد هو واللاعب احمد سيد زيزو، وفي مباراه يعني ما فيهاش اي اهميه، بتتكلم النادي الاهلي رايح يلعب على بطوله السوبر الافريقي في السعوديه امام اتحاد العاصمه الجزائري. فنشوف بصراحه ايه اللي ممكن يحصل، لكن في الوقت الحالي مفيش اي تطور في هذا الامر. هنشوف الخطوات القادمه للنادي الاهلي. كمان كاف اعتمد في يمكن المجموعه بتاعه المنتخب المصري المؤهله طبعا لكاس العالم، اعتمد ملاعب مصر وغينيا بيساو فقط لا غير، انهم يتلعب عليهم مباريات هذه التصفيات. يعني عندك بقى بوركينا فاسو، عندك بقى جيبوتي، عندك منتخبات كتير في هذه المجموعه. مصر وغينيا بيساو بس هم الملعبين اللي ينفع يتلعب عليهم كره قدم. يعني من الاخر عايز اقول لك ان الاهلي كمان مش هيلعب مباراه جان جورج ولا اسمه ايه سان جورج الاثيوبي يمكن في اثيوبيا، لان ملعبه غير مؤهل، بما ان يعني لوائح الكاف بتؤكد ذلك وهكذا. هيلعبوا بقى يا اما في دوله اخرى او نلعب الماتشين هنا في القاهره. المباراه اعتقد هتبقى سهله. مباراه اتاجلت من 15 16 17 سبتمبر. المباراه بتاعه الذهاب هتكون احد ايام 22 او 23 او 24، ومباراه الاياب هتكون احد ايام 29 30 او 31 في انطلاق الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. وتاجل طبعا مباراه الذهاب بسبب مباراه السوبر الافريقي اللي بنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي فيها امام اتحاد العاصمه الجزائري. المباراه اللي هتقام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره يمكن يوم باذن الله 15 سبتمبر. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.